أنقل لك قصة ونلتقي غدا إن شاء الله. أنا كثير السفر وألتقي بعيالي وأهلي، قليل جدا أكون عندهم ضيف. صار هاي 19 سنة سفر وعمل. عندي أولاد وعلاقتي بهم طيبة، لكن واحد من أولادي يشلع قلبي، مأذيني جدا، مأذيني. إذا أسافر يقطع الأكل والشرب وكل شيء يقطع. عمره الآن 10 سنوات، كان عمره 6 سنوات. لما أتصل بالتليفون شلونك بابا، ما يحكي، ما يقول لي لا زين ولا مو زين، يستحي من عندي. يقول لي أنا مشتاق لك، بس مشتاق لك بقد رب العالمين. هاي كلمته. أقول له ليش بقد رب العالمين؟ يقول لي مو ماكو أكثر وأكبر من الله. قلت له زين بابا، هو اسمه علي رضا أبو ذر، بابا وين الصبر؟ يقول لي لا بابا ماكو صبر. بعدين أمه تلح عليه إخوانه من يحطون أكل طيب شرب طيب، يقولوا له أكل اشرب، يقول لهم ماكو طعم بالأكل، ماكو طعم. يقول ليش؟ يقول لهم بابا ما موجود. شاطر بالمدرسة زين، مؤدب زين. فرد ليلة من الليالي يوم 19 محرم، أنا غايب عنه 19 يوم، اتصلت أمه قالت هذا راح يجننا، هذا قاعد بالبرد وبرا. تقول له أمه أبوك هسه قاعد جوا ومدفي نفسه، وهسه أخابر لك يا ب 12 بالليل بالشتاء. قالها ما يخالف، حتى لو بابا قاعد أنا أريد أقعد برا، ما أقدر أقعد جوا. فحاكيته بالتليفون، بابا شنو القضية؟ كلمة واحدة قال بابا نفذ صبري بعد ما أقدر. زين أنا وين أروح؟ أنا عندي التزام وبث مباشر ومسؤولية. فقلت له اعطيني مجال ساعة. فتوجهت للنجف، رددت نادوا عليا مظهر العجائب تجده عونا لك. قلت له يا أبا الحسن هسه أنا عايز إرباك، أنا أب وش أصير؟ ما أقدر، فما أتمكن من هذا. هسه لا أقدر أروح لو أترك المجلس، هو عنده مدرسة ما أقدر أجيبه. حيرة. التفت لي يا أمير المؤمنين الساعة 12:30، اتصلت قالوا لي نام أبو ذر. هو الوحده انسحب وراح لفراشه ونام، أنا أيضا ذهبت للنوم. لكن والله وأنا ما أقسم وحق مصيبة أبي عبد الله، في ذيك الليلة وإذا أمير المؤمنين يمي في البيت جالس موجود في نفس البيت اللي أنا موجود به. أنا قعدت وإذا بي علي بن أبي طالب وأبو الحسن. قال لي بالحرف الواحد محمد أنت مو ندى بيت؟ قلت له إيه مولاي. قال لا تشيل هم لابنك من الليلة، بالحرف الواحد هذا، ابنك لا تشيل له هم، ابنك يمي من الليلة. جلست بس أنا من جلست ويا صلاة الفجر كانوا ناس يمي موجودين في البيت خدم للحسين. أنا جلست شوية صوت بكائي كان عالي جدا، وأصيح يا أبا الحسن أنا شنو تجي الموضوع ما يسوى، فمتفاعل ويا الموضوع. فبصراحة إلى أن إجا الصبح الساعة 9 الصبح اتصلت كيف أبو ذر؟ قالوا أبو ذر قعد الصبح، مو أبو ذر، مو هو، مو شخصيته، مو أفعاله. أولا طلب يتريق الصبح وراح للمدرسة من وقت، وانتظرته إلى أن يجي ب 12:30 الظهر. بابا شلونك؟ قال الحمد لله. قلت له والصبر؟ قال الصبر موجود، خير من الله بابا. أنا سديت التليفون وقعدت هذن رجلي يشهدن، قعدت على ركبي أبكي. فاكو سيد جليل قال سيد هاي نعمة تستحق الشكر. هذا الولد والله من ذيك الليلة إلى هذا اليوم الولد فوق التمام، موقفه، معنوياته، سوالفه، اتصالاته، تصرفاته، المهم لأن تكفل أمير المؤمنين. بس أنا كل ما أذكر هذا الموقف أقول قضيتي ما تسوى، قضيتي بسيطة، قضيتي عاطفية، وأمير المؤمنين إجا. شلون يقولون ما إجا لزينب ليلتين؟ شلون يقولون عابس؟
شلون يقولون ما اجى زينب تقول له ابويا علي اللي الاول. يا زينب. هي هاي طلعها لاهل البيت، طلعها وقلها سجليها يا فاطمه. ابويا علي اللي الاول هوابت حرمة وغريبة